أهلا أهلا، صباح الخير أو مساء الخير بتوقيتكم. صباحكم سعيد ومساءكم أسعد بإذن الله. اليوم معانا طريقة الحواوشي المصري، راح أسوي بطريقتي اللي هي يوميات حجازية، إن شاء الله تعجبكم. معاي هذا النوع اللي هو الكريسبي وقدمته مع السلطة هذه، والنوع الثاني اللي هو الحواوشي الرطب، تمام، قدمته برضو مع الفاكهة والسلطة والعصير هذا. ولك حرية الخيار في طريقة التقديم في إيش انتي حابة تاكلي. فالمقادير نبدأ معاكم بالبابريكا، البهارات السبعة، جبن موزاريلا أو شيدر، زيت زيتون. هذه في البداية. طبعا الخبز تقصصي أرباع أو أنصاص أو كامل. هنا لحمة مفرومة تقريبا كيلو ونصف، كذلك كزبرة مجمدة وفرش تكون أفضل. كذلك هنا عندنا طماطم، حبة طماطم، بصل، وفلفل بارد في الحار، وكذلك ثوم. تمام، تخلطيها مع بعض. طبعا هذه تنضاف على اللحمة. إضافة بهارات برضو غير البهارات السبعة اللي هي كمون، كزبرة ناشفة، شوية هيل، كذلك قرفة. اوكي، هذه هي المقادير، ان شاء الله تكون واضحت لكم. طبعا هنا بعد ما مكسنا، طبعا إضافة على البهارات السبعة زي ما قلت كمون، كذلك كزبرة، شوية هيل، شوية قرفة، والجبن زي ما قلنا يا موزاريلا يا شيدر، زيت الزيتون مشان تدهني الطاوة التيفال أو أي طاوة عندك. كذلك تدهني رغيف الخبز. طبعا هذه أسهل طريقة وأحلى طريقة، لأنها بالرغيف الطازج. تمام، لازم يكون طازج أفضل، لأن الحواوشي العادي بعجين مثل عجين البيتزا وعجين الفطائر. بس هذه أسهل طريقة للي مستعجلة، جدا روعة. هنا إذا حابة تضيفي الجبن المبشور، شايفين هنا قبل ما مكسناها وبعد المكس. وهنا عندكم رغيف كامل راح نحشاه حشو راهي إن شاء الله. واللي حاب زي ما قلت يدخل مع الحشو جبن مبشور، واللي مو حابب خلاص بلاش، أو تضيفيه على السطح، على سطح اللحمة جبن مبشور زي ما الحين راح تلاحظوا. لك حرية الخيار، شايفين زي كذا، وما شاء الله تتحمر وتصير نفس كذا. طبعا إذا حابينها مقرمشة كذا خلاص كلوها، إذا حابينها رطبة دخلوها في حافظة كذا، نزلوها. طبعا أخذت 5 أرغفة، وقفلوها 5 دقايق. راح مش شايفين تقطع الخبز من الرطوبة، ما شاء الله طلعت ترفة. وفواكه طبعا. وهنا كيف قصصت الخبز. وهذا الكريسبي، النوع الكريسبي اللي هو أنصاص، قدمته مع السلطة هذه اللي هي خس وكرنب شرايح، كذلك ليمون وفجل شرائح، كذلك خيار أنصاص. طبعا الخس والكرنب أوراق، ممكن مع جرجير، بصل أخضر، اللي حابة، سلطة زبادي، سلطة خضراء، سلطة حارة، سفن، أو أي مشروب انتي حابته، جدا رائعة. هذا النوع الكريسبي اللي يحبوا المقرمش يعني. وهذا زي ما قلنا النوع الطري اللي تدخليه بالحافظة وتقفلي عليه. صلحت السلطة مع خيار وجزر وليمون وفراولة. هذه هي سلطتنا. والفواكه تفاح وبرتقال وخوخ وعصير المراعي. وهذه أكلتنا، إن شاء الله تعجبكم. بعد كذا جاني هدية، أو وصلني هدية من جارتي الله يسعدها. جابت لي، هي راحت زيارة للمدينة، وجابت لي عجوة المدينة 3 علب،
وتقريبا 3 إلى 4 برضه كحل الأثمد. طبعا انتم عارفين قديش عجوة المدينة مفيدة. كذلك الكحل الأثمد للعين، اللي عنده رمد ربيعي، عنده حساسية، احمرار، صفار، جدا رائع، يجلي العين زي ما بيقولوا. وهي من باب تهاد وتحابوا حبيبة قلبي. كذلك من ضمن هداياها جابت لي لوز بجلي، زبيب يمني، رطب وتمر وهيل زي ما انتم شايفين. وبعد كده دخلنا على تنظيف قوالب السيليكون. تمام، بعد رمضان وحوسة رمضان أنا نظفها صراحة بشكل دوري. طريقة التنظيف تجيبي موية مغلية حارة في كسرولة كبيرة، تضيفي عليها سائل غسيل المواعين 1/4 كوب تقريبا، 1/4 كوب خل، ملعقة كبيرة ملح الليمون، وتنقعي فيها القوالب من 10 دقايق إلى ربع ساعة، وتقلبي باستمرار. يعني كل 3 دقايق قلبي اللي فوق تحت واللي تحت فوق. وابدأي بفرشة، إذا عندك فرشة خشنة، ونظفي فيها. طبعا بعد النقع راح إذا عندك دهون أو رواسب راح تنزل على طول الفرشة زي كده. تمام، ومع تكرار التجربة كل شهر ما شاء الله راح تطلع لك كأنها جديدة. الحين تشوفوا هذه قوالبي تقريبا لها 7 سنوات أو أكثر والله، وشايفين ما شاء الله زي الحلاوة. طبعا انتم عارفين أنا أجمد فيها، أصلح الحلويات، الموالح، أشياء كثير أستخدمها فيها. وعندكم هذا المساكة اللي تطلعي فيها مثلا المقليات، أي حاجة، تحريك السلطة أو أي شيء. الملقاط هذا إذا حار الموية عليك امسكي فيها القوالب، اللي تحت فوق واللي فوق تحت. وهذه هي طريقتي لتنظيف قوالب السيليكون. وكذلك زي ما انتم شايفين. طبعا أفضل شيء بالفرشاة أفضل من الأسفنج، لأنها تأخذ جميع الزوايا. الحين راح تلاحظوا معايا واللي حاسة في بقع زيادة تضيف برضو بيكربونات الصوديوم. شايفين هنا ما شاء الله، شايفين الجمال، وردي يطبع في أي حاجة. شايفين عندي هنا القوالب الوردية، القوالب العنابية، التيفاني، أشكال كثيرة. وهذه هي طريقة غسل أو غسيل قوالب السيليكون. بعد كذا جينا المشترياتنا الصيفية، هي بسيطة بس حبيت برضو استعرضها معاكم. هي بيجامتين من تيرندول، بجايم قطنية، ما فيها أي تفاصيل، تيشرتات نصف كم، والبنطلونات طويلة، فيها رسومات، في جيب على الصدر، وفي رسومات بسيطة. الزرقاء كان عليها رسمة زرافة، والرمادية كان عليها دورق قهوة وفنجان قهوة وقطعة تشيز كيك أو كيك. الحين تشوفوا معي كان مقاسها سمول، وسعرها والله حلوة، كان عندهم تخفيضات ماني فاكرة. وكذلك جبت قطعتين من محل عندنا عادي جدا رائع يا بنات، قمصان قطنية، بس كل واحد يختلف عن الثاني. هذا شايفين قماشته وألوانه، طبعا كم طويل، شايفين الحواف فيها دانتيل. كذلك قصة الكولا دائرية فيها دانتيل برضو، هذا طويل، والألوان تختلف عن الثاني. هذا الثاني قصته 7، كمه قصير، طوله ميد وميدي، ويختلف، هذا لحمي، هذاك في تركواز أكثر، ووردي فوشيا.
جدا رائعة. طبعا اللي على تركواز كان سعره 45 وهذا 35. ما أحكي لكم ما شاء الله، زبدة على الجسم، طرية ناعمة، للصيف ما شاء الله روعة، مريحة في الشغل ما تضايق، مرة حلوة وخياطتها جدا روعة. طبعا عدو القطن اللي هو الكلوركس والمجفف الكهربائي، لأنه يكمشها كذا المجفف الكهربائي، والكلوركس كذلك يعدمها، يعني يطلع لك النقط بيضة كذا. المهم أشكر كل الموجودين اللي عندي، أهلا وسهلا فيكم، ولايك وشير وكومنت حلو مثلكم، وشيروا الفيديو لأكبر عدد ممكن، أكون شاكرة وممتنة لكم. إن شاء الله تعجبكم طريقة الحواوشي، هي بطريقة سهلة. كذلك طريقة غسيل السيليكون، قوالب السيليكون والمشتريات. وشكرا لجارتي العزيزة على الهدايا. وأنا عارفة زي ما قال الرسول تهادوا تحابوا. الله يسعدك يا رب، وإلى هنا نستودعكم الله.